ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. النهارده بقى ايه؟ حلقة جميلة، هنعمل مع بعض كبسة باللحمة جميلة جدا. ويلا نشوف المنيو مع بعض. اول حاجة معايا نص كيلو لحمة سلقاها نص سوا، وكمان معايا نص كيلو رز غسلاه كويس جدا. معايا بصلاية كبيرة مقطعها ناعم جدا. معايا بقى ايه؟ قرفة وعود قرفة وليمون مجفف اسود، وكمان ورق غار، معلقة صغيرة من الزعفران، معلقة صغيرة من حبهان البودرة، معلقة صغيرة من الايه بهارات الكبسة، ومعلقة كبيرة من الكركم، ومعلقة كبيرة من الملح. تمام، يلا نشوف بقى مع بعض هنعمل ايه يا حبايبي. اول حاجة جبت حلة على البوتاجاز، حطيت 4 معالق كبار من الزيت، خليت الحلة تسخن جامد. زي ما انتوا شايفين نزلت بقى باللحمة، زي ما حضراتكم طبعا شايفين اللحمة عايزينها نص سوا عشان تلاقوها ايه مستوية وطعمها ايه حلو. نزلت بقى ايه بالمعلقه الحبهان البودره، بيديكي بقى طعم حلو جدا وتست جميل جدا مع اللحمه. ابدا اشوحها كده مع الحبهان البودره، وهنزل بقى زي ما انتوا شايفين شكله جميل ازاي. هنزل طبعا بالايه بالقرفه والليمون المجفف والايه وورق الغار والبصل زي ما انتوا شايفين، وكمان معلقه من الكبيره من الايه من الملح، عشان انا مش هحط ملح تاني يا حبايبي. وهبدا اشوحها كذا تشويحة كده لغاية اما ايه تبدأ اللون كده يصفر، ويبقى لونها ايه طبعا ايه حلو جدا. وكمان نزلت بالايه بالبهارات الكبسة زي ما انتوا شايفين. اقلبها تقلبتين واغطيها، وتاخد مع بعض كده، وان شاء الله هتشوفوه طبعا معايا في الفيديو. بسم الله ما شاء الله، طلعت جميلة ازاي، واللون بجد الريحة بجد خطيرة. مش عايزة احط فيها توابل كتير ولا اي حاجة خالص. هو التوابل اللي انا حطيتها دي وكفايه على كده، بيديكي بقى الكبسه في حته تانية. نزلت طبعا بالرز، اهم حاجه الرز يبقى غسلينه كويس عشان يطلع معاكي حلو. طبعا انا مش مخمره الرز ولا اي حاجه، انا غسلته تحت الحنفيه، صفيته بالمصفى، وزي ما انتوا شايفين حطيته كده على الرز. اقلب تقلبتين، هنزل بقى بالايه بالكركم زي ما انتوا شايفين. طبعا معايا ميه سخنه من الكتل، كوبايه وربع ميه سخنه زي ما انتوا شايفين. مش عايزين ميه كتير في الرز عشان الرز مش يتعجن معاك ولا اي حاجه، عايزين الرز يبقى مفلفل مش مكسر ولا اي حاجه. طبعا هتشوفوه معايا في الفيديو. بسم الله ما شاء الله حلو جدا، يعني الطعم واللون والريحه بجد خطير جدا. تمام، احط بقى ايه معلقه الزعفران زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا حطيت الميه اللي انا حطيته كوبايه وربع، خلاص كده ما عدتش احط اي ميه تانية طبعا. وهسيبه طبعا الميه يعني تشرب من عليه كده. ابدا اوطي عليه النار زي ما انتوا شايفين. عملت شوية مكسرات يعني حاجة بسيطة جدا، شوية زبيب شوية زيتاني مع حتة قطعة من سمنة البلدي كده، عشان تديكي بقى الكبسة في حتة تانية. وبجد الطعم بجد خطير. شايفين بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، شايفين اللون عامل ازاي؟ بجد تحفة تحفة تحفة. بقلبها كده بالراحة من فوق لتحت عشان الرز معاك مش يتكسر ولا اي حاجة. شايفين بقى مفلفل واللون عامل ازاي حلو جدا كده. همطيه عليه النار وهسيبه بقى يكمل سواه لغاية اما يستوي، وهقدمه ان شاء الله. وطبعا هتشوفوه معايا في الفيديو يا حبايبي. خلاص انا طفيت عليه النار زي ما انتوا شايفين. شايفين بسم الله ما شاء الله حلو جدا الرز عامل ازاي، واللحمة والرز مفلفل ازاي ومش متكسر ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين مش عايزة بهارات كتير ولا اي حاجة. شايفين اللون تحفة. تمام، بتقدميه طبعا مع سلطة خضراء طحينة، سلطة التوس اللي انت عايزة تعمليه طبعا، بس انا ما عملتهاش. عملتها كده بس مع شوية سلطة وشوية طحينة وحاجات كده بسيطة يعني. قدمته في سيرفيس زي ما انتوا شايفين كده في طبق كده، وقرمشت شوية من المكسرات وبس كده. كانت حلقة جميلة وبسيطة، واللون بقى والطعم بجد تحفة ان شاء الله. اتمنى ان انتوا الوصفة تعجبكم ان شاء الله. ويا ريت ما تنسونوش باللايك والشير، تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مع مطبخ سمسمة. باي باي.